فقره هتكون ضيفه فيها مختلفه تماما، هتعمل لنا حاجات كده وتعرفنا على حاجات مختلفه. معايا خبيره التنميه البشريه مي القاضي اللي هتقول لنا ازاي نودع التدخين خلال 60 دقيقه عن طريق التنويم الايحائي. بس خليني الاول اقول لك انه بقالنا اسبوع كده من اول ما تعرف موضوع ارتفاع سعر السجاير، انه في مشكله عند الشباب المدخنين، كله ماشي بباكة التبغ والفلاتر في جيبه، انه خلاص هو ده الحل، هو ده اللي انا هروح له، ومخضوضين وعندهم عارفه هوس كده انه لا السجاير هتغلى اغلى، يعني اكتر من ان اللحمه هتغلى مثلا. ايوه، هو ده اللي هم محتاجينه. يعني هو انا اتصدمت برضو ان انا رحت قبل وقت ما قالوا ان الاشاعه بتاعت ان السجاير هتغلى، فبص في السوبر ماركتس كلها والاكشاك ما فيش ولا علبه سجاير، كلها خلصت كأن بيخزنوا مثلا. بالظبط. النقطه كلها قبل الاول ما نتكلم عن السجاير، هو ايه اللي انا بعمله، ايه موضوع الاقلاع عن التدخين في 60 دقيقه. ده برنامج عالمي، يعني ده هيبقى برنامج مهم جدا. عارفه كل الزوجات وكل البنات والامهات هيحاولوا يركزوا معاكي اكتر من الشباب، هم هيعملوا ده بالظبط. لا ده الموضوع ده هو نسبه نجاحه حوالين العالم 97%. هو احنا 200 متخصص معتمد بس حوالين العالم. تمام. فانا العربيه الوحيده في الموضوع ده. احنا الاول دلوقتي اللي انا جاي اتكلم عنه ازاي نقلع عن التدخين. تمام. فاحنا بنتكلم عن النتيجه، صح؟ اوكي. ما فكرناش ايه اصلا اللي بيوصلنا للنتيجه. يعني كل شاب من اللي بيشرب سجاير دول، هو معلومه الاول في احصائيه بتقول ان 80% من المدخنين عايزين يبطلوا تدخين بس مش عارفين ازاي. انا دلوقتي عايزه ابطل تدخين، فانا عايز اوصل للنتيجه. تمام. اوكي، ايه اصلا اللي قبل النتيجه، ايه اصلا اللي بيوصلني للنتيجه؟ يعني عايزه اوصل للنتيجه من غير ما اعمل مغير العاده بتاعتي. العاده بتاعتي هتتغير ازاي؟ هتتغير باراده. ايه اللي هيغير الاراده؟ هي قناعه معينه. بصي انا ماشيه معاكي في نفس السكه، بس عشان برضو نبقى فاهمين، الشاب دلوقتي بيدخن عايز يبطل تدخين بالظبط، فالمفروض يبقى هو عنده قناعه اصلا من جواه انه التدخين ده مضر مثلا بيه. دي اول حاجه. اوكي. القناعه بتعمل اراده. تمام. الاراده بتغير عاده. العاده بتوصل للنتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها النهارده. تمام. اوكي. فاحنا ازاي دلوقتي ان احنا اصلا نغير القناعه؟ القناعه اسهل طريقه ان احنا نغيرها هي التنويم الايحائي، اسرع واسهل. عشان كده هي مجرد 60 دقيقه بس. تمام. عشان انا مش محتاج اكتر من كده، انا ببرمج عقلي في لحظات. اوكي. فانا دلوقتي ايه اصلا اكتر قناعات اللي بتخلي البني ادم مش عارف يبطل تدخين؟ اول حاجه ان هي ادمان. مفيش الكلام ده خالص. انه انا خلاص بشرب سجاير، خلاص انتهى الامر بيا، مش هعرف ابطل. ده ادمان. انا قابلت واحده في بنوته بتقول لي انا شربت سيجاره مجرد ان انا اقلد بابا. بابا شرب، فانا لما شربت راحت ماما قالت لي انت كده هتشربيها مش هتعرفي تبطليها زي ما باباكي مش عارف يبطلها. فبالتالي اترسخ في دماغها ان هي عمرها ما هتعرف تبطلها. فلا، هو مفيش الكلام ده خالص. هي السجاير زي بالظبط النسكافيه. النسكافيه بيديكي كافيين، السجاير فيها نيكوتين. انا لو عرفت ابطل نسكافيه، الادماني للنسكافيه، هعرف بالظبط ابطل سجاير. تمام. اوكي. ليه؟ لانها مش حاجه بتغير كيمياء الجسم. اوكي، يعني الكحولز او مخدرات او كده لا، دي ما نقدرش نبطلها يعني معايا، لكن طبعا بنبطلها. لكن اي حاجه زي النيكوتين دي سهله قوي ان هي تخرج من الجسم، ما بتعملش اي حاجه، منتهى البساطه. طيب ليه الفتره اللي الشخص لما بيقرر ان هو يبطل سجاير دايما متنرفز، دايما متعصب، حتى لما يبقى فترات ان هو صايم في رمضان، الفتره بتاعت النهار او بتاعت الصوم، لانه طبعا بيمتنع عن السجاير، انه لا انا مش قادر، انا متعصب، انا بزعق، انا ليه ما بيبقاش في الوضع الطبيعي بتاعه طالما انه الموضوع زيه زي النسكافيه او زي بعض المشروبات اللي هو متعود عليها؟ اوكي، بصي، هو في 3 قناعات اساسيين عند اي مدخن. السجاير هي ادمان، السجاير بتطلع التوتر، بتشيل التوتر، ان السجاير لو انا بطلتها وزني هيزيد. اوكي، مفيش حاجه من ال3 دول صح. اولا السجاير مش ادمان، دي اتكلمنا عليها خلاص. اوكي. ان انا بتطلع العصبيه، هي فعلا بتطلع العصبيه، بس ليه؟ وانا باخد النفس بتاع السيجاره، انا باخد نفس بيدخل اسرع، باخد نفس عميق قوي فبيدخل اسرع على المخ.
اوكي. فالاكسجين بيدخل المخ، بس بيدخل بلس نيكوتين، فده اللي بيسبب الزهايمر. فالزهايمر لو انت فضلت من احد مسبباته او اقوى مسبباته هي السجاير، التدخين. اوكي. تمام. فانا دلوقتي انا اخدت اكسجين، نفس عميق قوي، فالنفس العميق ده دخل على المخ، خلاني عمل ستريس ريليز، اللي هو خلاني اضيع كل العصبيه اللي جوايا، التوتر اللي جوايا بيضيعه تمام. فدي حقيقه ممكن تستبدلها بنفس عميق. بالظبط، نفس يعني نقي عميق، بالظبط. اكسجين بيور يعني. الواحد دلوقتي الشخص لما بيدخن هو ايه اللي بيعمله؟ هو مش بيضر نفسه بس، يعني انا بضر نفسي وبضر اللي حواليا وبضر النباتات، بضر الاشجار، بضر كل حاجه. فما بالك ان انت دلوقتي النباتات المفروض ان هي بتاخد الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، وبتطلع لنا اكسجين. مظبوط. دلوقتي بتاخد ثاني اكسيد الكربون مع نيكوتين، فازاي عايزين الهواء يبقى نقي؟ فانت كده انت طول الوقت قاعد بتدمر في صحتك وصحه اللي حواليك وصحه الجو اللي حواليك كله كمان. طيب انا عايزه ادخل بس سريعا ونرجع تاني للموضوع سيكولوجيه المدخن. في ناس شفتهم انه خلاص بطل فعلا كميات التدخين الكبيره قوي، اللي هو مثلا ممكن يخلص علبتين في اليوم، وبقى خلاص سيجاره او سيجارتين يقول لك لا بعد الاكل دي مش هقدر ابعد عنها. طب ما هو اوريدي هو مبطل مثلا 20 سيجاره في اليوم، ليه دي؟ هل في حاجه نفسيه مثلا عنده ولا الموضوع ازاي، ولا بمزاجه؟ لا، كل واحد بيشرب عشان اسبابه هو. فهو بيشربها ليه؟ بتحبس. اكتر كلمه ممكن تسمعيها السيجاره دي بتحبس الاكسجين عن الجسم. لا، هي مجرد ان هي بتخليه بعد الاكل، انت الاكل كابس على نفسك فعلا. تمام. اوكي. فانا باخد السيجاره باخد نفس عميق قوي، فبيدخل اكسجين لمخي برضو. فبحس ان انا ارتحت. هو ده اللي السيجاره يعني بتعمله بعد الاكل. معنى كده لو انا برضو فهمت صح وصححي لي، انه الفكره في عارفه استنشاق لما بيشفط السيجاره كده او بيستنشق السيجاره، فكره انه مع الدخان او مع التبغ او مع المواد الناتجه عن التبغ معاها اكسجين، فده اللي بيهدي. طب لو هو استبدل ده فعلا بالنفس ده او بطريقه النفس الصحيحه، خلاص ممكن يبعد؟ خلاص كده تماما مش محتاجها. يعني هيديله نفس النتيجه بتاعت لو شرب سيجاره، لو بس اتنفسنا صح. طيب انت بتقولي انه في 60 دقيقه ممكن عن طريق التنويم الايحائي يبعد، لكن هل ممكن يرجع تاني؟ صعب قوي. مش مستحيله. يعني مفيش سيشنز تانية، مفيش جلسات تانية؟ في فولو اب. بنتكلم وبنشوف. يعني في ناس مثلا من 3-4 شهور عامله لهم، بنتابعهم كل شهر بتابعهم. خلاص وصلنا 3 شهور خلاص، بس اللي خلاك تبطل 3 شهور مش هيرجعك تاني. لا بس في ناس والله بشوفهم. بصي انا مقتنعه تماما لان انا بحب العلم ده، لكن بتكلم بلسان الجمهور او بعض الناس اللي بتشوفنا يقول انا بعدت عن السجاير 6 شهور وفي الاخر رجعت تاني. ما ايه بقى اللي خلاه اصلا يبعد؟ هو بعد ليه؟ هو اللي بعد ان هو غير عاده وما غيرش قناعه. اول حاجه هو غير عاده وغير نتيجه. في اراده وفي قناعه لسه ما اتغيروش. تمام. اوكي. لو انت غيرت القناعه اللي جواك استحاله حاجه تانية تحصل. القناعه دي لو اتغيرت ممكن تاخدك للايجابي وممكن تاخدك للسلبي. اوكي. يعني انا دلوقتي بطلت سجاير، بس واحد عزم عليا بسجاره فانا شربت. اوكي. انا لو عندي اراده وعندي قناعه ان انا لا مش عايزه اشربها، انا استحاله اشربها. فاهمه قصدي؟ لكن اصل القناعه هي اللي بتحركك. يعني القناعه هي اللي بتغير اي حاجه. يعني انا دلوقتي عمرك قبل كده طيب قريتي كتاب وعيطتي اتاثرتي قوي، او شفتي فيلم ودمعتي فرحتي ضحكتي؟ كتير صح. ايه اللي بيحصل؟ ان القناعه اللي جواكي القديمه هي اللي عملت الرد الفعل ده، ان انت تعيطي او تضحكي. بمعنى ايه القناعه القديمه؟ انه بمعنى مثلا إن هل مريت بشخصيه زي بمعنى ان انا يا اما اتحكى لي قصه زي كده لحد انا بحبه قوي، عشت حاجه زي دي قبل كده. تمام. موقف زي ده بيأثر فيا نتيجه قناعاتي، نتيجه اللي جوايا. اوكي. فانا لما شفت الفيلم ده انا العقل اللاواعي طلع الصور تانية. بالظبط. طلع لي المشاعر تاني والصور تاني. فانا عيطت. اوكي. انا دلوقتي بشوف الشخص بيطلع من جلسه التدخين اكنه غير مدخن، مش مدخن سابق. فانا دلوقتي حد هيعزم عليا بسجاره، انا اصلا غير مدخن، مش مدخن سابق. هو اصلا الصوره دي اتمحت تماما. انا اصلا يعني ايه سجاره اساسا؟
طيب هل ده بيتطبق برضو على المدمنين لبعض المواد المخدرة الأخرى؟ لا، ليه؟ المواد المخدره والالكحولز دول بيشتغلوا على الكيمياء بتاعه الجسم والمخ. أوكي. لا، لكن التدخين هو زي النيكوتين، زي سوري الكافيين، زي النسكافيه، زي عاده سلبيه، هو ده اللي احنا بنعمله. لكن الالكحولز لا، والمخدرات لا. قلتي لي ان انتوا 200 على مستوى العالم، يمكن هم بس اللي بيشتغلوا في ده، لكن لما جيتي مصر بقى قولي لي رد فعل اول حد عملتي له او قمتي معاه بالجلسه دي او بالطريقه دي. اوكي، ايه الهبل ده؟ يعني احنا بقالي 20 سنه بدخن وجايه انت في الساعه. انا اكتر تعليق عجبني، انت لو الخاله نوسه مش هتعمل كده. يعني ده اول حد قالها لي، اول ما قلت له ان انا بعمل كده قال لي ده ازاي يعني؟ قال لي مفيش الكلام ده خالص. قلت له المهم طب تعالى جرب، يعني انت مش مصدق جرب. المهم جربنا السيشن. ايه ده، انا مش محتاجها، بس يعني انا مش عايزها، بس انا متعود اشربها. قلت له اوكي بس انت مش محتاجها. طيب اوكي تعالى نقعد تاني. قعدنا تاني، عملت له شويه حاجات بما انه بقاله اكتر من 20 سنه بيشرب، عملت له شويه حاجات برضو هيبنوسيس. طلع لا خلاص اوكي مش محتاج. في سؤال هنا برضو قبل ما ارجع تاني للطريقه اللي انت بتتعاملي بيها معاهم. هل ده بيعتمد على انه الشخص لازم يكون سوي نفسيا، ولا ممكن يبقى هو اصلا شخص هو متردد في حياته، شخص غير سوي نفسيا، شخص عنده مشكله نفسيه، عنده اكتئاب، عنده لازم يبقى الشخص، ما هو عشان انا ادرك الكلام اللي الشخص قدامي بيقوله، يبقى المفروض، او انا بعتقد كده انه انا اكون شخصيه سويه نفسيا، ستيبل، واعيه ومدركه للواقع اللي حواليا. هل ده شرط ولا لا ممكن العب برضو على الجزء النفسي؟ لا، انا بلعب على الجزء النفسي، بس الشرط ان هو يبقى عايز. ان هو يبقى عايز. اوكي. يعني انا مثلا ما ينفعش ان مراتي جايباني عشان ابطل سجاير، فانا عشان اسكتها وخلاص اهي الساعه ما عملتش معايا حاجه. يعني الفكره لازم تبقى من جواه برضو، بالظبط، بارادته، يعني أنا هو عايز. واعي جدا بكل حاجه. بالظبط، انا عايز. طالما انا عايز، اخدت اول خطوه، سيب لي الباقي. بس في حاجه، في 50% عليا و50% عليك. يعني انا هعمل اللي عليا، انت يبقى انت قابل ان انت تفهم ايه الكلام اللي انا بقوله. يعني انت ما ينفعش تفتحي باراشوت وتطلعيه السما من غير ما يبقى مفتوح، صح؟ تمام. نفس الكلام في الدماغ، ما ينفعش تدخلي المعلومه جوه دماغ البني ادم غير لما يبقى فاتحها. يعني زي ما بيقولوها كده بالعاميه، فتح مخك معايا. اوكي. تقبل الكلام وتقبل التغيير وابقى عايز تتغير، وقتها انا اقدر اديك المعلومات اللي انت محتاجها. ما عملتش كده، لا انا يعني خلاص، ايه اللي جابك؟ صح. يبقى خلاص انت كده هتبطل. فانت يا دلوقتي هتبطل، يا بعد 20 سنه هتبطل، يا بعد كده هتروح للدكتور وهيقول لك بطل. اوكي. ليه؟ هي بتعمل كم خيالي من انواع الكانسر. اوكي. بتعمل مشاكل في الرئه، بتسبب الزهايمر، بتسبب للشباب عجز جنسي، بتسبب امراض في الجلد، بتعمل ريحه وحشه في البق. يعني انا مش محتاجه احكي عن كل الامراض، المساوئ. بس انا دلوقتي لو واخدها كرجوله، هي بتضيع الرجوله اصلا. لو انا واخدها كبرستيج، برستيجك هيروح بعد فتره لما تروح للدكتور. طب حلو الرسائل دي. هل انت بتلعبي برضو على شخصيه كل حد؟ يعني مثلا ممكن يبقى حد تشوفيه تقولي هو اهم حاجه بالنسبه له برستيج، او حد بالنسبه له اهم حاجه يكون مهتم برجولته مثلا، فانت تلعبي على النقط دي. انا بشتغل على البين بوينتس اللي هي اصلا ايه اللي خلاه يجيلي. اوكي. يعني واحد جالي مثلا عشان انا عايزه اخلف، واحد جالي عشان مش عايز ولادي يبقوا زيي، واحد جالي في اسباب كتيره، واحد جالي مثلا عشان مش عارف العب رياضه زي الاول، واحد جالي عشان الدكتور قال لي لازم تبطل، في واحد جالي قال لي الدكتور قال لي لو شربت سيجاره واحده كمان ممكن يحصل لك حاجه. فالراجل ده مثلا قلت له احنا دلوقتي واحد اتفرج على التلفزيون، شخص، دي قصه، شخص كان بيتفرج على التلفزيون، كان قاعد فلقى ان واحد مسك مسدس وراح موت نفسه. فقال ايه ده، ازاي الشخص ده بيعمل كده؟ فقلت له انت بتعمل نفس الكلام، انت شربت سجاره، فانت اللي انت بتعمله ان انت بتموت نفسك، انت كده بتموت نفسك بس طريقه مختلفه، ببطء بقى، لا ممكن بسرعه، على حسب انت بتشرب قد ايه. فانت مش ضامن انت هتموت، انت كده دي بتسبب 100%
من امراض القلب والكانسر. مم. فهم دول مالهمش حل، دول بيموتوا على طول. مم. فانت كده كده ميت بالسجاير، فتبطلها دلوقتي مم. احسن. ارجع تاني برضو للحاله اللي قابلتك، اول حاله اللي هي بتقول انه ده هبل وده كلام مش مصدقه. وعمل ايه بقى لما جربتي معاه السيشن دي؟ لا بقى منبهر، اللي هو ايه ده؟ قلت له انت اللي عملت كده مش انا. يعني هو الراجل افتكر ان انا عملت له معجزه. مم. هو الهيبنوسيس ليه سحر، بس هو مش سحر. اوكي. مم. يعني لو انت مقتنع هيبقى سحر بالنسبه لك، لكن مش اي حد كده يبقى سحر بالنسبه له. مم. اوكي. فهو رجعنا قعدنا نتعامل مع بعض. قلت له انت اللي عملت كده، الراجل ده عمل سحر بعد كده. الراجل بقى ايه ده انا عندي القوه دي كلها. مم. ايه ده انا اقدر ابطل سجاير؟ اوكي انا اقدر اعمل اي حاجه تانية في الدنيا. فطالما انت عملت حاجه اللي اصعب حاجه في الدنيا، مفيش حاجه تانية تقف قدامك. مم. فاهمه قصدي؟ مم. فدلوقتي خلاص هو بطل سجاير، فخلاص مفيش حاجه تانية طيب واقفه قدامك. بصي، هو طبعا مش هينفع نجرب السيشن دي دلوقتي. ثانيا الوقت انت عايزه 60 دقيقه بالظبط. لكن احكي لي بالظبط كاننا شايفين سيشن، حد قاعد قدامك، بنبدا نعمل ايه؟ طبعا هو مش هينفع بالتفصيل لان مش هنعرف، لكن بنبدا نعمل ايه؟ يعني ايه الخطوه الاولى؟ هل بتقولي له على حاجات قبل ما يجي مثلا هيعملها او هيقراها او هيكررها؟ اوكي بصي، انا شخص جالي مم. مش اي واحد انا بقبله. تمام. ليه؟ انا عايزه مم. نسبه نجاحي انا تبقى 100%. انت لو انت ما بطلتش سجاير انا اللي فشلت. مم. اوكي. فانا بقعد اتكلم معاه. اوكي انت ايه اللي جايبك اصلا؟ مم. انت عايز تبطل ليه؟ الكلام ده قبل السيشن، يعني الكلام ده بيجي لي قبلها باسبوع، مثلا 10 ايام بنعملها بالتليفون ايا كان أوكي. اي طريقه. مم. ايه اللي خلاك عايز تيجي؟ ايه الاضرار اللي انت شايفها؟ انت شربت من امتى؟ طيب انت اصلا بتشربها امتى وليه؟ ده حلو. مهم. مم. ان انا اصلا لما حد بيعزم عليا بشرب، فده واضح ان هو محتاج شويه اراده اكتر. عشان اكتر من حد يرفض تاني. بس. مم. بالظبط. مم. طيب انت شايفها ايه؟ انت ايه قناعاتك عن السيجاره؟ ايه السيجاره بالنسبه لك؟ مم. اوكي. بعرف كل المعلومات دي، كل المعلومات اللي انا بحتاجها بعد كده في السيشن. بطلب منه شويه حاجات يعملها. بديله تاسكس كده، ان هو مثلا لو متعود يشرب بايده اليمين يشربها لا بالشمال. دي حاجه برضو الناس اللي بتتفرج عليا يعملوها. اوكي. يزهق نفسه. متعود مثلا ما بيشربهاش في البيت غير في البلكونه. مم. لا، انزل تحت العماره اشربها واطلع تاني. اصعب المهم عليه يعني. بالظبط. مم. متعود بشربها وانا سايق، لا يبقى اركن العربيه وانزل اشرب سيجاره وارجع تاني. اوكي. اوكي. مم. بطلب منه شويه حاجات كتيره قوي على حسب كل واحد وحالته. مم. يعني مش كلهم بديهم نفس الحاجه، كل واحد على حسب هو ايه العادات بتاعته اللي بيستخدمها عشان يشرب سجاير، مم. وايه الحاجات اللي بتخليه اصلا يشرب السيجاره. دي برضو حاجات بتبقى مهمه بالنسبه لي. مم. اوكي. المهم بيمشي، بيرجع لي بعدها باسبوع او 10 ايام. عمل التاسكس دي بنعمل السيشن، ما عملهاش لا انا اسفه ارجع تاني اعمل التاسكس وارجع تاني. اوكي. بتعرفي ان هو عملها او ما عملهاش؟ بتبان لان انا بساله شويه اسئله. ف في النص كده بيبان. مش هيعرف يعني. بالظبط. آه. فلازم يكون هو مش على التعليمات اللي انا بقول له عليها عشان يكون فعلا الاجابه صح. مم. اوكي. في حاجه كمان ان انا بعلمه ازاي يتنفس صح. بعلمه مثلا لو واحد دي مهمة قوي على فكرة، حتى لينا يعني مهمة جدا، طبعاً. لانه احنا ممكن نبقى شخصيا مش عارفين نتنفس صح وده يضايقنا. صح. مم. النفس الصح بيظبط لك الهرمونز بتاع جسمك. مم. بيظبط الهدوء. بيظبط التفكير، بيعمل حاجات كتيره جدا. مم. النفس الصح زي البيبيهات. عارفه البيبي وهو بياخد النفس بطنه بتعلى، مم. وهو بيطلع النفس بطنه بتدخل جوه. احنا دايما بنعمل العكس. تمام. بالظبط. احنا دايما ما بنعملهاش كده. مم. وبعدين نفس ان انا اخده من مناخيري عميق قوي واطلعه من بقي. مش أوكي؟ هفتح بقي وانا بتنفس يعني. لا، انا باخد النفس من مناخيري مم. وبطني بتتنفخ، وبطلع النفس من بقي وبطني بتدخل جوه تاني. تمام. اوكي. احنا طبعا ما بنعملش كده خالص. خالص احنا بنعمل العكس تماما. بالظبط. فانا دلوقتي بيرجع لي السيشن مم. اللي بعد كده، بقعد الاول اتكلم معاه وهو واعي جدا، بفهمه اصلا يعني ايه هيبنوسيس. مم. ليه؟ عشان الناس كلها عندها اقتناع بالهيبنوسيس غلط تماما. مم. يعني محدش عارف ايه التنويم الايحائي الصح. ده عارفه دايما لما نتخيل كده ان حد يقعد يعمل بقى حاجات كده بالظبط. وانا إيه ده؟ نايم. تنوميني مغناطيسي، اقول له مالهاش مغناطيسي. علاقه بالمغناطيسي خالص. دي حاجه تانية اصلا. ده موضوع تاني. يقول لي ايه ده؟ طب يعني انا في واحد جه بيقول لي انا مش هعمل، يعني كان جالي حاجه تانية، فبيقول لي انا مش هعمل سيشن عشان انت ممكن تخليني اعمل حاجات وانا نايم. ايوه. قلت له لا، هو انا ما اعرفش اعمل حاجات وانت نايم،
فبخليه حتى بقول له طيب اوكي، عايزاك ترفع ايدك اليمين، غمض عينك، يعني ارفع ايدك اليمين مثلا، ارفع ايدك الشمال، طيب اقف على الكرسي ونونو زي القطه. طب يقول لي ايه الهبل؟ لا طبعا. اقول له انت مش عايز صح؟ يقول لي اقول له ليه؟ يقول لي عشان مش هعمل الحاجات دي. اقول له بالظبط زي التنويم الايحائي، انا بقول لك على حاجات انت مش عايز تعملها، ممكن ما تعملهاش. عادي واعي. بس طب ليه الفكرة انه اسمه تنويم ايحائي؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ عارفه احساس الواحد ما بين النايم والصاحي؟ عارفه اول ما بتبقي قاعده على السرير وانت لا نايمه ولا صاحيه، عارفه الاحساس ده؟ تمام. هو ده المرحله بتاعه التنويم الايحائي، هو ده الحاله اللي انا بوصلك ليها. زي بالظبط الحاله انت قاعده تتفرجي على التلفزيون وفجاه لقيتي التتر بتاع المسلسل خلص. ايه ده؟ هو خلص امتى؟ لا هو خلص عشان انت كنتي شبه نايمه، ولا نايمه ولا صاحيه. فاهمه؟ انا سامعه كل حاجه بس انا لا نايمه ولا صاحيه. هو ده بالظبط. مي، اللي عايز يتواصل معاكي يتواصل معاكي ازاي؟ هل في بيج مثلا على الفيسبوك او حاجه؟ في بيج على الفيسبوك quit smoking in 60 minutes with مي القاضي. اوكي. مي، بشكرك جدا جدا. يمكن فقره مختلفه واديتي امل للناس انه حتى لو السجاير غليت مفيش مشكله، كده كده لازم نبطل سجاير، لازم نقلع عن هذا الشر البين اللي قدامنا ده. بشكرك جدا يا مي. كانت معانا خبيره التنميه البشريه مي القاضي، اللي بتقول لنا هنودع التدخين في خلال 60 دقيقه. طبعا 60 دقيقه او اكتر مش مشكله، المهم ان احنا نودع التدخين. بشكركم جدا مشاهدينا على متابعه برنامج شباب على الهوا. استنونا في حلقات تانية ان شاء الله. شباب على الهوا، شباب